30. يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخدنا كم حصه قبل كده يا حنين في حساب المثلثات؟ اخدنا 3 حصص في الدرس الاولاني. الدرس الاولاني اللي هو بتاع النسب المثلثيه للزاويه الحاده اللي هي الجا والجتا والظا. الجا اللي هي مقابل على وتر، الجتا مجاور على وتر، الظا مقابل على مجاور او جاء على جتا. صح ولا مش صح؟ واتفقنا على الكلام ده يا اسهام وظبطناه في ال3 حصص، يا ريت تراجع عليهم. طب الدرس الثاني اسمه ايه بقى يا نجوى؟ النسب المثلثيه الاساسيه لبعض الزوايا يا عم محمد. عندي 3 زوايا مهمين جدا 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 يا رماس، لازم اكون عارف النسب المثلثيه بتاعتهم يا ياسين. ايه هما ال3 زوايا المهمين؟ 30 60 45. 30 60 45. ال 30 وال 60 المفروض ان انا بحلهم من مثلث اسمه مثلث 30 60. يعني ايه يا مستر مثلث 30 60؟ بيكون مثلث قائم في زاويه ب 30 وزاويه ب 60، وبجيب منهم بقى مقابل على مجاور وهكذا ومقابل على وتر، على حسب انا بجيب الجا ولا الجتا ولا الظا. انا مش هشتغل بيه خالص، لان لما مثلا يعني انا احتجت جا 30 لسه هرسم مثلث 30 60 عشان اجيب الزوايا دي منه؟ لا. لو اي حد في البنات مش شايف بيجي هنا ورا خالص ورا الولاد هنا هيشوف السبوره كلها 100 100. تمام؟ يعني تعالوا هنا. اتفقنا؟ تعالى نجوى هنا واقعدي براحتك. ماشي؟ اتفقنا؟ انجي لو عايز تنقلي هناك انقلي. شايفه كده تمام؟ تمام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جالي يا عم عمران انا محتاج جا 30. هل لسه هرسم مثلث 30 60 وكذا؟ لا، الجا 30 هعملها بالاله الحاسبه على طول. فانا عشان كده ال 30 60 45 اعملهم كلهم بالايه؟ بالاله الحاسبه. تمام؟ طبعا احنا عارفين ان الجا اللي هي ساين والجتا يا سجا اللي هي كوساين والتان والظا اللي هي ايه؟ التان. ساين كوساين تان جا جتا ظا. هتعمل لي بالاله الحاسبه ساين اللي هي جا 30 يساوي طلعت لك بكام؟ نص. ممتازين. اعمل لي كوزاين 30 يساوي اللي هي جت 30 طلعت كام؟ جذر 3 على 2. دي فيها مشكلة؟ عايز ايه؟ عايز حاجة؟ في حد بيقول يا مستر بينادي عايز يسأل على حاجة؟ عرفنا الجا والجتا والظا اللي هما الساين والكوساين والتان يا شباب. على الآلة الحاسبة في ساين كوساين تان قلنا عليهم مليون مرة. دي اللي هي الجا ودي اللي هي الجتا ودي اللي هي الظا. اتفقنا؟ يلا اعمل لي ظا 30 طلعت يا مستر بجذر 3 على 3 او 1 على جذر 3. الاثنين دول صح يا محمد؟ 1 على جذر 3 صح وجذر 3 على 3 برضه صح، بس الآلة الحاسبة مش بتسيب جذر في المقام فبتحطها في أبسط صورة. يعني أنت لو كتبت على الآلة الحاسبة 1 على جذر 3 وعملت يساوي هتلاقي طلعتها لك جذر 3 على 3. الآلة الحاسبة مش بتسيب جذر في المقام، بتحطها في أبسط صورة فبتضربها في المرافق وتظبطها. ماشي؟ يبقى من الآخر كده الظا 30 يا حبيبة الظا 30 بتساوي إيه؟ جذر 3 على 3 أو 1 على جذر 3. يلا يا ريتاش، معاك آلة حاسبة يا ريتاش؟ مين فيكم معاه آلة حاسبة؟ امسكيها يلا. اعملي بالآلة الحاسبة يا جا 60. ممتازين. جذر 3 على 2. طب اعملوا لي يلا جتا 60. الناس كلها بتتعامل. جتا 60 بكام؟ نص. عايز ايه يا سيد؟ ما طلعتش معاك كده؟ بس خلاص. طب ما تقول لي اقول لك انا حاجه. طلعت لي جا 60 بنص. لا جتا 60 ايه بنص؟ انت عامل جتا 60 بنص. صح ولا مش صح؟ بص يا شباب معايا. معلومه مهمه قوي. بص يا سيد بس ليه؟ انا هعمل جا 30 المفروض الاجابه تطلع كام؟ نص. هعمل جا 30 المفروض الاجابه تطلع كام؟ نص. لو انا عملت جا 30 وما طلعتش نص يبقى الآلة الحاسبة الاعدادات بتاعتها عايزه تتظبط. تمام ولا مش تمام؟ اتفقنا؟ اقول لك تظبطها ازاي؟ انا عملت جا 30 عملت كام؟ نص. طب لو طلعت عندك ارقام عشريه كده اظبطها. تظبطها ازاي؟ تعمل شيفت 9 3 يساوي اي سي.
يبقى انت كده ظبطتها. ارجع اعمل جا 30 كده تاني هتلاقيها ظبطت. ارجع اعمل ساين 30 هتلاقيها في نص. ظبطت يا سيد؟ بس خلاص الحمد لله عرفنا بتتعمل ازاي. في مشكله في الكلام ده بتاعت مين؟ اما انا ممكن اوصل له طلعت معاه ارقام عشريه تك اس دي تطلع لي الكاس. بيبقى الاعدادات التانيه بتبقى الزاويه صغيره. تمام كده؟ يلا معايا مش هندخل بقى في قياسات الزوايا دلوقتي ماشي؟ يلا مش عايزين نلخبط اكتر من كده، انا عايز بس على قد الحته الحلوه دي كده. تمام ولا مش تمام؟ نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا سجا اعملي بقى الحاسبه عند قصاص السين. طلعت بكام يا اولاد؟ عند الكل. تمام يلا يا عمران مش معاك انا حاسبه؟ طب ما عينها ليه بقى؟ محدش يكسل وكله يشتغل بآلة حاسبة. يلا معايا كله يعمل كده 45 جذر 2 على 2 او 1 على جذر 2. الاجابتين صح. جتا 45 اختها الاثنين 1 برضه ايه؟ جذر 2 على 2 او 1 على جذر 2. ده 45 بكام؟ هل حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ الدنيا سهلة قوي والحصة الجاية تبقى سهلة قوي واللي بعدها تمام؟ هيبقى حساب المثلثات الجزء بتاعه سهل جدا. اتفقنا؟ بس هكمل لك بقية الاختيارات بتاعته. اديك النهارده أسئلة على اختر والحصة الجاية برضه أسئلة صعبة على اختر لأن الاختر دي هيجي منها واحدة في الإيه؟ في الامتحان. فأنا عايز يبقى أنا معايا أعلى حاجة فيها، أعلى أفكار فيها. ماشي يا رودينا؟ تمام. يبقى جا 30 جتا 30 ظا 30 يبقى زاويه ال 30 وال 60 وال 45 النسب المثلثيه بتاعتهم هل فيها حاجه صعبه؟ انت جبتها بدماغك ولا بدأت حاسبه؟ ما اشوفش حد عطلان في حاجه. لما اجي اقول لك الجتا 60 بكام تعمل بآلة حاسبه على طول. الجتا 30 بكام بالآلة حاسبه على طول. الظا 60 بكام تعمل بآلة حاسبه على طول. اتفقنا؟ تعال ناخد المعلومتين بقى اللي بعدهم يا ندى. بيقول لي يا مستر؟ بيقول لك يا سهام اذا كان الف وب زاويتان متتامتان. إذا كان ألف وب زاويتان متتامتان، يعني إيه متتامتان؟ يعني مجموعهما 90 درجة. مجموعهما كم؟ إذا كان ألف وب زاويتان متتامتان، متتامتان يعني مجموعهم كم درجة؟ 90 درجة. تستفاد إيه بقى؟ أول ما ألاقي زاويتين قدامي متتامتان زي دول كده أقوم قايل له يبقى الجا بتاعت الأولى بتساوي الجتا بتاعت الثانية. يبقى انا اول ما الاقي دلوقتي يا رحمه زاويتين متتامتين اقول له ايه؟ الجا بتاعت الاولى بتساوي الجتا بتاعت الثانيه. حتى خد بالك كده مش ال 30 وال 60 متتامتان؟ متتامتان ليه يا سجل؟ 30 وال 60 ليه متتامتان؟ عشان مجموعهما 90 درجه. بص كده الجا بنص صح؟ قد الجتا بتاعت ال 60 بنص. والجا بتاعت دي قد الجتا بتاعت دي صح ولا مش صح؟ يبقى اي زاويتين متتامتين هتلاقي الجا الاولى بتساوي جتا الثانيه. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ اول ما تلاقي زاويتين متتامتين يبقى جا الاولى بتساوي جتا الايه؟ الثانيه. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ يبقى الجا بتاعت دي قد جتا بتاعت دي. وصلت ولا ما وصلتش؟ والعكس. طب تاني كده يا مستر المعلومه عشان نعكسها. بص كده معايا يا بشرى جاي بيقول لي اذا كان الف وب مالهم متتامتان يعني مجموعهم كام؟ لما الاقي زاويتين متتامتين بستفاد ايه؟ اقوم قايل له اذا جا الاولى بتساوي جتا الثانيه. طب العكس يا نجوى لو لقيتي جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين دول مالهم؟ متتامتان. اذا الف وب مالهم يا ياسين؟ متتامتان يا مالك يعني مجموعهم كام؟ يعني مجموعهما 90 درجة. حد فيها مشكلة؟ يبقى كلمة ورد غطاء يا محمد رد عليا. أول ما ألاقي زاويتين متتامتين تستفاد إيه؟ جا الأولى بتساوي جتا الثانية. وجا بتاعت الثانية بتساوي جتا بتاعت الأولى، المهم إن جا واحدة بتساوي جتا الثانية، مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ يبقى جا الأولى بتساوي جتا الثانية. يبقى ده أول استفادة، أول ما ألاقي زاويتين متتامتين أستفاد إيه؟ جا الأولى بتساوي جتا الثانية. شفت الكلام إيه رد؟ كلمة وردها، كلمة وردها. زاويتين متتامتين يبقى جا الاولى بتساوي جتا الثانيه. انجي زاويتين متتامتين اذا جا الاولى بتساوي جتا الثانيه. زاويتين متتامتين اذا جا الاولى بتساوي جتا الثانيه. طب لو انت لقيت ان جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين دول مجموعهم كام؟ لو لقيت جا
بتساوي جتا، يبقى الزاويتين اللي محطوطين هنا وهنا لازم يكونوا متتمتان، يعني مجموعهم كام؟ رحمكم الله. ودينا لو لقيت زاويتين متتمتين تستفادي ايه؟ بتساوي جتا الثانيه. جا الاولى بتساوي جتا الثانيه، كله بيقول معايا اول ما الاقي زاويتين متتمتين انا استفاد ايه؟ جا الاولى بتساوي جتا الثانيه. اول ما الاقي زاويتين متتمتين استفاد ايه يا ميماس؟ جا الاولى بتساوي جتا الثانيه. ماشي يا رويده؟ تمام. طب يا رويده لو لقيتي جا بتساوي جتا انت تستفادي ان الزاويتين دول مالهم؟ ايه؟ حركت شفايفك مليون حركه، فاهمه؟ ومع حركه الايد طبعا بتشرح لي انت ازاي مش فاهم. انت ازاي مش فاهم؟ انت ازاي مش فاهم يا عم؟ حد يسندني، حد يقول لي اي حاجه. ومريم في البلاله يعني هي مش سامعه؟ لا بقول حرك شفايفها فمش فاهمه. يلا بسمي الله يا جدعان والله وانا مغمض عينيه كلمه ورد غطاء. اول ما الاقي زاويتين متتمتين استفاد ايه؟ جا الاولى بتساوي جتا الثانيه. طب العكس لو لقيت جا بتساوي جتا استفاد ان الزاويتين دول مالهم؟ يعني مجموعهم كام؟ 90. اول ما الاقي جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين اللي هنا مجموعهم كام؟ يلا يا سيد. لقيت جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين اللي هنا لازم يكون مجموعهم كام؟ واحدة ب20 يبقى الثانية بكام؟ عايزك بقى تقول زي ما المستر بيقول كده، لما تيجي تفكر في الامتحان تتكلم مش تقرا بعينيك بس، تمام ولا مش تمام؟ بص انا هقراها ازاي لان هقراها في المسائل كلها كده، فانت يا نجوى تتعودي تقراها بنفس الطريقة، اتفقنا؟ يلا يا حبيبة نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعود على القراية واحنا بنقراها كده. تعود عشان بعد كده تقراها بنفس الكلام، الرياضه لازم تتكلم وانت بتحل، تمام؟ جا بتساوي جتا، اذا الزاويتين مجموعهم 90 يبقى دي ب20 يبقى الثانيه بكام؟ جبتها ازاي؟ قلت له 90 ناقص الموجوده، 90 ناقص 20 يديني كام؟ يبقى يا مستر الزاويه دي بكام؟ 70. يلا يا عم مالك نقراها بنفس الكلام. جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين دول مجموعهم كام؟ 90. واحدة ب50 يبقى الثانية بكام؟ 90 ناقص الموجودة، 90 ناقص 50 يديني كام؟ يلا يا بسام. يلا يا بسام. جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ 90. واحدة ب80 يبقى الثانية بكام؟ 90 ناقص 80 يبقى بكام؟ 10. يلا يا مريم. بس دي صعبة. احنا قلنا 90 ناقص الموجودة صح؟ جا بتساوي جتا واحدة به يبقى الثانية بكام؟ ممتازة. 90 ناقص الموجودة، احنا كده كده شغالين على الزاوية الحادة، تمام كده؟ جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ واحدة به يبقى الثانية 90 ناقص الموجودة يبقى 90 ناقص اله. ماشي؟ واحدة بألف يبقى الثانية 90 ناقص الألف. دي فكرة كده مش هجيلك في الامتحان خالص بس تبقى عارف، تمام؟ يلا نشوف اللي بعدها. مين يقول؟ يلا يا يوسف. جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ واحدة ب30 يبقى الثانية بكام؟ ب60. جبتها ازاي؟ 90 ناقص الموجودة، 90 ناقص 30 يديني كام؟ 60. اتفقنا؟ في مشكلة يا جنة في الكلام ده؟ نبدأ نشوف هنا ونشغل دماغنا. يلا يا حنين. ده اللي هي شاطرة فيه، شاور على زمايلها. نيجي نسألها تلاقي ايه؟ يلا معايا قولي يا حنين. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقول نفس اللي انا بقول عليه. واحد بقى ذكي هو بيحل، مش ذكي يعني خالص ضايع، بيعمل ايه بقى؟ ما بيقولش كل اللي انا قلت له ده ولا لا. يعني مثلا تعالى نقول لحد، مش هقول بقى باسماء عشان ما احرجش حد، تمام كده؟ اقول له حل يقعد بقى يتنح قدام المساله، فاهم انت؟ والله متنح هو مش عارف يحل. ماشي تمام، ركز بس معايا وخليك تحلها حاجه. بس اقول الكلمتين دول. وقف قدام المساله ما بيتحركش ولا بيتكلم ولا اي حاجه ولا عمل نفس اللي المستر قال عليه.
تمام ولا مش تمام؟ هتعرفي يا ندى تقولي للمستر قال عليه هنا؟ قولي كده وعلي صوتك اللي احنا فكرنا فيه. ج بيساوي جتا يعني الاثنين ب90. بس انت كده ممتاز. ده اللي انا عايزه. جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ 90. شفت قالت ايه؟ واحدة ب50 يبقى الزاوية دي كلها المفروض تكون بكام؟ لازم 40. 90 ناقص 50 بكام؟ ب40. يعني يا مستر الاتنين س كلها لازم تكون بكام؟ هنقسم على الكام وعلى الكام يا ندى؟ اقسم يلا على اللي جنب السين على الاثنين، نقسم على الاثنين وعلى الاثنين يبقى السين بتساوي كام؟ ممتاز. برافو عليك. صباح الفل. اسمك ايه؟ ايه؟ يلا يا حمو. نحل دي. طبعا السين طلعت بكام؟ ب20. يلا يا محمد. هتعرف تقولي اللي المستر قال عليه؟ يلا. جا 30 يساوي جتا س زائد 10. ماشي. يبقى الزاوية بتاعتي كلها 90. ماشي جدع، هو جدع هو جدع، بس هو ايه عارف انت بقى لو كان لاقط زي ما احنا بنقول نفس النغمه دي كده هتظبط معاك. تمام ولا مش تمام؟ جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ 90. واحده ب30 يبقى الثانيه كلها على بعض المفروض تكون بكام؟ 60. ما هي 90 ناقص 30 ب60 يبقى س زائد 10 ب60. وادي دي هناك يبقى 60 ناقص 10 يبقى الس بكام؟ يبقى الس يا مستر ب50. صح ولا مش صح يا بسمله؟ اوعي تنامي. يلا نحل. يلا سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسح الغش ده. جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ واحدة ب60 يبقى الثانية دي كلها على بعض بكام؟ 90 ناقص 60 يديني 30. يبقى يا بسملة 2 س ناقص 10 المفروض تطلع بكام؟ يلا وادي دي بعكس يبقى 2 س بتساوي 30 زائد 10 يبقى 2 س بتساوي 40. اقسم على الاثنين وعلى الاثنين يبقى الس بتساوي كام؟ 20. اتفقنا؟ والله فوزي انا اعتبر مش فاهم. هو اللي سألتك عليها؟ اه والله. يعني انت جاي تقول لي دلوقتي سبحان الله. يا عم نسمي الله وهنبدأ وهتمشي. هنسمي الله وايه؟ ونبدأ وزي ما تيجي تيجي. صح؟ هتعرف تقول زي ما المستر قال؟ جا بتساوي جتا مجموعهم 90. بس ده اللي انا عايزه منك. حلو الكلام؟ يلا بينا. جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ 90. واحدة ب30 يبقى الثانية أكيد كلها بكام؟ يلا ساوي لي 3 س ب60. 3 س بتساوي 60. ونقسم على 3. ما أنت 100 100 أهو يا عم فوزي، اقسم على 3 وعلى 3. ده 60 على 3 فيها كام؟ 60 على 2 فيها كام؟ هو غلب بس فيها كام؟ 20. أهي 20 خلص. صح ولا مش صح؟ اوعى تقول على حاجة أنا مش عارفها. ماشي؟ ابدأ وسمي الله وهي هتمشي. ما مش المستر شرح لنا وقال لنا امشي 1 2 3 اعمل 1 2 3 3 حل. اتفقنا؟ يلا يلا يا علي. قول يا علي عايز تحلي؟ بعدها بس ما تفكريش في حاجة. خلي بس علي يقول لي. أي واحدة. هي هي دي؟ دي هي دي هي دي هي اللي فاتت. بص هي اهي اختها. ها تعرف تقول معايا يا يوسف؟ جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ واحدة ب60 يبقى أكيد التانية بكام؟ دي كلها على بعض ب30. يعني 2 س ناقص 10 بكام؟ ب30. دي بقى معادلة أولى إعدادي. لإيجاد قيمة أي مجهول، أي جمع وطرح جنب المجهول بنوديه الطرف الآخر بعكس. يبقى السالب 10 تطرد هناك يبقى موجب 10. 30 و10 يبقوا كام؟ هل المجهول واقف لوحده؟ لا، لازق فيه كام؟ عايزين نتخلص من اللي لازق فيه بنقسم عليها في الطرفين. مين لازق في السين؟ اقسم على الاثنين وعلى الاثنين. طب لازق فيها 3 اقسم على 3. لازق فيها سالب 5 اقسم على سالب 5. ماشي؟ يلا يا علي. راحت فين دي؟ جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ 90. واحدة ب30 يبقى الثانية كلها على بعض بكام؟ ب60. ممتاز. اهي 60. يبقى 2 س زائد 10 بتساوي 60. وادي دي هناك بعكس الإشارة. يبقى 60 ناقص 10
يبقى 2 س بتساوي 60 ناقص 10 بكام؟ اقسم على الاثنين وعلى الاثنين، 50 على الاثنين فيها كام يا ندوة؟ يبقى الس بكام؟ يبقى إذا س بتساوي 25. دي فيها مشكلة؟ بس يا مستر هو مش عايز السين. ما جبتش السين ب 25. هو عايز بقية المسألة. ده عايز ايه يا مستر؟ ده عايز ظهر 20 زائد السين اللي انت لسه جايبها. هو احنا لسه جايبين السين بكام يا ياسين؟ نجوى السين جبناها بكام؟ 20 و25 يعني كام؟ والظا 45 بالآلة الحاسبة بكام؟ ده المسألة اتحلت. اتفقنا؟ نقولها تاني؟ نقولها تاني. نمسح نقولها تاني. هتقولي معايا يا نجوى بس تعلي صوتك، اتفقنا؟ أنا مش سامعك أصلا هنا. يلا بينا. تعلي صوتك. نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا نجوى انت اللي هتقولي بس علي صوتك. جا بتساوي جتا، يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ حلو. دي ب 30 يا نجوى، يبقى الزاويه دي كلها على بعض المفروض تكون بكام؟ جميل قوي. يبقى 2 س زائد 10 المفروض تكون بكام؟ ودي يلا عشان نجيب قيمه س لازم نتخلص من الاثنين وال10، نودي ال10 هناك بعكس. يبقى 2 س الناس اللي بتتكلم 60 ناقص 10. 60 ناقص 10 يا نجوى هنقسم على الكام يا نجوى؟ 50 على الاثنين فيها كام؟ ممتازه. السين ب 25. رحت هو مش طالب السين، ده هو عايز ظهر 20 زائد س، فانا يا دوب شلت السين وحطيت مكانها كام؟ يبقى ظهر 20 زائد 25. 20 زائد 25 بكام يا نجوى؟ ظا 45. والظا 45 احنا عارفين انها بكام بالآلة الحاسبة؟ لسه جايبينها من شويه. ظا 45 بواحد. اتفقنا؟ فيها مشكلة يا ولاد لحد دلوقتي؟ تمام؟ يلا يا رحمة كده نقل الحاجة. تمام؟ نيجي بقى ايه؟ نشوف الجزء اللي بعده. هل حد عنده أي مشكلة هنا؟ لو حد عنده مشكلة هنا؟ نروح للجزئية دي. كله معايا مالك؟ حد عنده مشكلة هناك اشرحها له تاني؟ حد عنده أي مشكلة في أي حاجة؟ تمام؟ يبقى أول ما ألاقي يا حبيبي جا بتساوي جتا، يبقى الزاويتين مجموعهم كام؟ شوف دي بكام وهات التانية. وشوف بقى هو عايز السين، عايز س زائد كذا، س ناقص كذا، وتعامل معاه. اتفقنا؟ ماشي يا سجا؟ هو اللي بيجي بعد جا أو جتا أو ظا بيكون اسمه إيه؟ اللي بيجي بعد جا أو جت أو ظا بيكون اسمه إيه؟ زاوية. تعلم تقرا السؤال. جا زاوية إيه بتساوي نص. مين الزاوية اللي الجا بتاعتها بنص؟ جا زاوية إيه بنص؟ والله يا مستر أنت لسه قايل من شوية جا 30 هي اللي بنص، صح ولا مش صح؟ فأكيد السين ده هي بكام؟ ب 30، صح أنا ولا مش صح؟ تمام يا سام؟ طب افرض أنا مش عارف الكلام ده يا مستر. هو أنت محتاج تجيب إيه هنا؟ الزاوية، صح ولا مش صح؟ مش أنا قايل لك الحصص اللي فاتت لو عاوز تجيب زاوية بتسبقها بجا. يا ابني ركز معايا. لو عايز تجيب زاوية بتسبقها بجا أو جتا أو ظا، وبعد كده استخدم ظهر إيه؟ شيفت. هي أصلا مسبوقة بجا أو بجتا أو بظا. يا دوب أنت هتستخدم ظهر إيه بقى؟ لو عاوز تجيب زاوية بتسبقها بجا أو جتا أو ظا، طب هو أصلا سابقها، يا دوب أنت هتستخدم ظهر إيه بقى؟ شيفت. ده الحصص اللي فاتت، تمام ولا مش تمام؟ هتعمل ايه يا مستر بالآلة الحاسبة؟ زي الحصص اللي فاتت. شيفت جا نص يساوي، هتضغط على زرار الشيفت. جا اللي هي مين؟ ساين نص يساوي، اعمل بالآلة الحاسبة. شيفت ساين نص يساوي، وقول لي طلعت بكام؟ 30. يبقى يا مستر الزاوية دي ب 30. يلا يا هديل. يلا يا هديل. جتا زاوية ايه بنص؟ هتضغطي ايه على الآلة الحاسبة؟ شيفت جتا، جتا اللي هي مين؟ كوزاين نص يساوي. شيفت كوزاين نص يساوي. شيفت كوزاين نص يساوي. طلع ب 60؟
الناس كلها طلعت معاه كده ولا في حد طلع معاه حاجه غلط فانا اقول له الصح ايه؟ 45 شيفت ظا واحد يساوي شيفت ظا واحد يساوي طلعت بكام؟ ها؟ 45 ممتازين. طب ده يا مستر خد بالك الزاويه كلها على بعض، تعالى نعرفها هي بكام الاول. شيفت جا جذر 3 على 2 يساوي شيفت، انا ما بكتبش ده في الامتحان، انا بعرفك عشان لما تيجي تحل تعرف هي جت ازاي. شيفت جا اللي هي مين؟ ساين جذر 3 على 2 يساوي، اعمل بقى الحسب. شيفت جا جذر 3 على 2 يساوي، طلعت كام يا اولاد؟ طلعت يا مستر ب 60. يا نجوى الزاويه كلها على بعض بكام؟ يا سجا الزاويه كلها على بعض بكام؟ حل يا سجا. يعني المفروض 2 س زائد 10 تساوي وادي ال 10 هناك بعكس، يبقى 60 ناقص 60 ناقص 10 اقسمي على الاثنين، يبقى السين الواحده ب5. هو عايز سين الواحده بس، صح ولا مش صح؟ طب كله يعمل لي دي عنده ويطلع لي قيمه السين المساله دي. يلا كله يحلها، كله يحلها عنده في كشكول، وما حدش بيحل بعينيه بالله عليك، ما تعمليش فيها كلمه يلا يلا كله يحلها. شيفت كذا كذا يساوي والناتج يساويه بكذا وطلع قيمه السين. ايه دي؟ يعني انا مش حاسس عمل ايه هو؟ اي مساله اي مساله هو عامل 3 على 2. بالحب كده قام شال الجذر كده، جذر 3 على 2. جذر ايه؟ يلا اعمل جذر 3 على 2. جذر 3 على 2 مش 3. يلا اعمل يلا يا جنة حل اللي تحت، حل وقولوا لي يلا بكام. عايش تحليش ليه بقى؟ ليه؟ مكسل. فين كشكولك؟ مفيش كشكول صح؟ شفت بقى؟ يبقى ده اسمه ايه؟ كسل. عايز تحل بعينين، مش حاسب يحل بعينين، لازم آلة حاسبة. فين آلة حاسبة؟ مفيش آلة حاسبة. فين؟ مش معاك، تجيبها بعد كده على طول معاك، اتفقنا؟ هحل بعيني؟ مش هعرف احل بعيني بس. لازم احل بآلة حاسبة وكشكولي والقلم واحد. جدع يا قلم جدع يا سيدي، برافو عليك. تمام يا عمر. ودايما عايزك بعد كده انت اللي بتحل بايدك، ماشي؟ احل انا بايدي والله، مش هشوف اللي قدامي واحاول معاه او اللي جنبي واحاول معاه، اتفقنا؟ كشكولك ولا الحاسبه معاكي، انا ابدا. زميلي شاطر، طب ما انا هبقى شاطر برضه واحل، صح ولا مش صح؟ مستر مش هيسيبنا الا لما احل كويس، اتفقنا؟ ايه الاخبار يا انشي؟ عملتيها ولا لسه؟ يلا يا علي اعملها. لا لا مو مش لاقي. جدع انا ده ممتاز. جدع يا ساكر، برافو عليك. عملتيها؟ كام؟ جدع. كام؟ اسمك ايه؟ يلا معايا؟ تعال نشوف. يلا يا رحمة حل معايا. يلا يا رحمة. جتا زاوية ايه بنص؟ انت دلوقتي عايز تجيب ايه؟ زاوية. وعشان اجيب الزاوية بستخدم ظاهر ايه؟ الشيفت. هتعمل شيفت جتا نص يساوي. شيفت جتا نص يساوي، طلعت بكام؟ لا اعملي تاني. شيفت جتا نص يساوي، اعملي تاني. ثانية 3 على 2. هتعملي بقى الحاسبة. سمي الله كده واعملي حد ده آلة حاسبة. شيفت ما هي بتعملها بالآلة الحاسبة. أنا عايزها هي. شيفت جتا نص يساوي. تمام يا بسام؟ ماشي يا جدعان والله أنا عايزها هي تعمل بنفسها بإيدها. العمل طلع معاه 60 تمام هو صح؟ بس احنا عايزينها هي تتأكد. شيفت جتا نص يساوي. بتعمليها يا حبيبة ولا بتعمليش؟ يا مساء طلعت بكام؟ وريني بقى. شفت انا عايز اشوف انت عامله ايه. مش عاملاها اللي هي عامله صاير انا عارف، عامله جاز
شيفت جا. الجتا اسمها كوزاين COS، تمام؟ ايوه لسه كاتبينها حاجه. كا جتا ظا ساين كوزاين تان. الجتا يعني كوزاين، انت عامله ساين، تمام؟ يلا اعملها تاني. ما هي مش باين عندها حاجه اصلا. مش باين عندها، معلش اعملها تاني. يلا شيفت جتا نص يساوي، طلع بكام يا ولاد؟ 60. يلا يا رحمه، يبقى 2 س ناقص 10 بتساوي 60. ودي الناقص 10 دي هناك بعكس، يبقى 60 زائد 10. 60 و10 كام؟ 70. اقسم على الاثنين، 70 على الاثنين فيها كام؟ يبقى السين يا مستر ب 35. برافو عليك. طيب يا شباب، في مشكلة في الكلام ده؟ بصوا معايا. الحصة الجاية إن شاء الله هناخد اختر برضه، بس صعب شوية، بنقعد نستنى للسد دلوقتي. قد اختر وهيبقى أصعب شوية. الواجب بتاعنا صفحة 189 و190 في كتاب الشرح. رقم 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13. دي كلها مسائل اختر سهلة جدا جدا جدا. الحصة الجاية هنشرح مسائل اختر أصعب شوية ونبدأ ناخد برضه واجب عليه. ما شاء الله.